ديال ويندوز 11 26H1 أبريل 2026 وصل. في هذا الفيديو غادي نهضروا على بيلد 28000.1836 وشنو الجديد فيه باختصار. ربح التحديثات. تحسينات في ويندوز سيكيوريتي. دابا تقدر تشوف حالة سيكيور بوت سيرتيفيكيت بطريقة أوضح باش تعرف واش السيستم ديالك آمن ولا لا. حل مشكل بيت لوكر. كان كاين بوغ كيخلي الجهاز يدخل في ريكوفري مود من بعد تحديث سيكيور بوت، دابا تصلح مزيان. تحسينات في الشبكة وريموت ديسكتوب، أداء أحسن واستقرار أكثر خصوصا اللي خدامين عن بعد. زر جديد لقياس سرعة الانترنت، دابا تقدر دير سبيد تيست مباشرة من التاسك بار بلا برامج خارجية. كويك ماشين ريكوفري، ميزة جديدة كتعاونك تصلح النظام بسرعة إلا وقع مشكل في إقلاع. تحسينات في ستارت منيو الحسابات ولات منظمة أكثر وسهلة في الاستعمال. ويدجيت تطورات، واجهة جديدة فول بيج بلوس تحكم أفضل. دعم ويب بي كخلفية، تقدر تستعمل صور ويب بي مباشرة في الديسكتوب. تحسينات البحث، كيبان عدد النتائج، بريفيو النتائج، أيقونات محسنة في التاسك ماناجر، فايل اكسبلورر والتاسك بار، سرعة واستجابة أفضل بشكل عام. ويندوز أبديت ولا أخف، تحسينات في الأداء باش التحديثات تكون أكثر استقرار. الخلاصة، هذا التحديث ماشي ثورة ولكن تحسينات مهمة في الأداء، الأمان وتجربة الاستعمال. مزيان، قول لي واش كتشوف هذا التحديث فعلا كيحسن التجربة ولا باقي خاص مايكروسوفت تخدم أكثر؟ ماشي